بدموع لم تجف وصمت رهيب خيم على مدرجات زكريا المجدوب. أسدل الستار اليوم رسميا على قصة كفاح دامت ل4 سنوات في المحترف الأول. لم تكن مواجهة مولودية الجزائر مباراة عادية، بل كانت رصاصة الرحمة التي أطلقت على آمال ولاية بأكملها في البقاء بين الكبار. بعد صافرة النهاية أمام بطل الدوري، لم يجد لاعبو مولودية البيض مكانا يختبئون فيه من مرارة السقوط. الخسارة اليوم لم تكن فقدانا ل3 نقاط، بل كانت إعلانا رسميا عن العودة إلى نفق القسم الثاني المظلم. الفريق الذي كان يوما ما الحصان الأسود والمنافس الشرس في الهضاب العليا استسلم اليوم لواقع مرير فرضته الظروف الصعبة التي مر بها النادي طيلة الموسم. انتهى الحلم الجميل وغابت شمس البيض عن دور الأضواء، لتبدأ رحلة البحث عن الذات في ملاعب القسم الثاني، على أمل أن يكون هذا السقوط استراحة محارب فقط، لا نهاية لمسيرة فريق شرف منطقة الهضاب طويلا. ترجل الفرسان عن خيولهم، وانطفأت شمعة كانت تضيء سماء ولاية البيض رياضيا، لتترك خلفها غصة في حلق كل من أحب هذا الفريق المكافح. وداعا يا مولودية، وإلى لقاء يتجدد.